السلام عليكم مع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات رمضان. أشهر 5 خرافات طبية كلنا بنسمعهم، تعالى نعرفهم مع بعض والأخيرة أهم واحدة. 1. طرقعة المفاصل. خرافة إن طرقعة المفاصل بتسبب خشونة على المدى البعيد. الحقيقة إن صوت الطرقعة ده بيكون غازات موجودة ما بين المفاصل، وبصراحة مفيش أي دليل يثبت إن الموضوع ده ممكن يسبب خشونة في المفاصل. 2. استخدام قدرات العقل. الخرافة إن الإنسان بيستخدم 10% بس من عقله. الحقيقة إن خلايا المخ طول الوقت بتكون شغالة، بالتالي الإنسان لازم يستخدم 100% من عقله. 3. المضادات الحيوية والبرد. خرافة إن المضادات الحيوية بتعالج دور البرد. الحقيقة إن المضادات الحيوية ملهاش أي علاقة في دور البرد، لأن المضادات الحيوية بتشتغل على البكتيريا ودور البرد بيكون فيروسي. 4. التعامل مع نوبات الصرع. خرافة إن لو حد عنده نوبة صرع إنك أنت تحط معلقة ما بين سنان عشان ما يعضش لسانه. الحقيقة إنك أنت كده بتأذيه بشكل كبير جدا. صح إنك أنت تحاول تحمي راسه عن طريق مثلا إنك أنت تحط مخدة أو أي حاجة طرية تحت راسه وتسيبه لحد نوبة الصرع دي ما بتروح لوحدها. 5. نزيف الأنف. إنك أنت لو عندك نزيف ارفع راسك لفوق علشان توقف النزيف. الحقيقة للأسف إنك أنت كده بتفتح مجرى التنفس، كده أنت بتسمح للدم إن هو ينزل في مجرى التنفس وده بيسبب ضرر كبير جدا. الصح إنك أنت تميل راسك لقدام وتضغط على المناخير من الجهة الأمامية. خرافات بسيطة بنسمعها كل يوم وإن إحنا نصلحها هو ده القرار السليم. رمضان كريم ودمتم سالمين. حازم عبد الموت.